هنعمل طبق فول نابت خطير. يعني مش اي طبق فول نابت. زي ما احنا شايفين كده الفولة متنبتة حلو، وكل الفول متنبت مش واحدة وواحدة، والمية بتاعته جميلة، يعني مش اي مية فول نابت. وهنعصر كده عليه الليمون. بصوا الفول زي الزبدة وما خدش سوا خالص، والمية بتاعته بصوا رايقة خالص وجميلة. يلا بينا نشوف الفول النابت من اول ما نبتناه. انا هنا معايا الفول ناشف اهوت، فولة للتنبيت، نقول كده للعطار عايزين فولة للتنبيت، اللي هي الفولة البلدي الكبيرة البيضة دي. هنا شطفته تحت المية وهنقعه كده في المية 24 ساعة. تمام. انا هنا بعد ما شطفته سبته 24 ساعة يوم بحاله ونقعته. الفولة كبرت اهيت ونفشت، وبصوا الكمية كبرت ازاي. تمام كده. دلوقتي بقى حبايبي انا هجيب فوطه نظيفه، فوطه مطبخ نظيفه او اي قماشه نظيفه عندنا، وابلها واعصرها. ما اعصرهاش قوي طبعا، تبقى منديه كده وفيها ميه، واغطيه كويس وهسيبه. ده احنا كده بالليل، يعني هسيبه بالليل اهو، والصبح هصحى هشيل الفوطه. طبعا انا قررت العمليه دي لمده يومين. هو هنا نبت معايا، ده تاني يوم انا صاحيه الصبح اهو بشيل الفوطه من عليه. طبعا بختصر عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا الفول نبت كله، مفيش واحده مش منبته. بصوا كده معايا حبايبي، الفول نبت وبقى زي الفل. طبعا انا هعمل يعني هسيبه يوم تاني اهوت. هنقعه دلوقتي في الميه، وهاجي بالليل برضو هروح مغطياه بالفوطه. ادي الفول بتاعنا، انا كده شلت من عليه الفوطه بقى خلاص اهو. هعمله كده والفول نبت معانا كله زي الفل زي ما قلنا قبل كده، بجد روعه. انا شطفت الفول اهوت وحله على النار وحاطه فيها ميه، واول ما الميه غليت انا نزلت بالفول. انا صفيت يا جماعه الميه اللي كانت منقوع فيها الفول وشطفته كويس وصفيته من الميه. الميه هنا غليت على النار، نزلت بالفول وكمان معايا راس توم كده دقها ناعم كويس، وحط لها معلقه ملح، وكمان بصلايه مخرطاها، وكل دوت في الحله، وادي تقليبه. وبصوا الجمال، يعني بصراحه حاجه مفيش اجمل من كده. وادي الفول اهو بعد ما غلي كده معانا حوالي 10 دقايق. بجيب نص ليمونه، يعني بصوا حسب الكميه. انا هنا هحط ليمونه عشان ده نص كيلو فول، نص كيلو فول وهو ناشف. بعصر الليمونه وبحط معلقه كمون حلوه كده، وبدي تقليبه. بعد كده شويه اديت تقليبه وحطيت كمان ملح، ونخلي بالنا عشان احنا حاطين معلقه ملح مع الثوم. هندوق كده الملح. تمام. هنا بقى الفول كده خدله يعني حوالي كمان بتاع 10 دقايق واستوى. وغرفنا الفول النابت اهوت بتاعنا، وحطينا كده عليه شرايح ليمونه على الطبق، واللي عايز يسقي يسقي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على